السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفات سلسبيل شانيل. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. كنعتذر الاخوات على هذه الغيبه الطويله على هذه القناه هذه. غنرجع بقوه ان شاء الله. بديت معكم الفيديو هنايا غنوجد معكم واحد جوج ديال الوصفات كينفعوا بزاف للفطور اللي هما لي كيش، وكذلك واحد الطورطه اللي كتكون بارده وبالليمون كتجي رائعه جدا. نتمنى انكم ما تبخلوش عليا بواحد اللايك وكذلك تشجيع كوني. الله رجعت للقناه مره اخرى. هنايا بالنسبه للاباط كيش اللي غنوجد معكم هكا اليوم، غنديرها معطره كتجي زوينه. درت ما كاينه شويه ديال الكمون، شويه ديال القزبور حبوب، وشويه ديال الابزار، وشويه ديال العطريه ديال الحوت، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال القرقم عرق، ودرت واحد البيضه وشويه ديال الهريسه. كنديروا هاد المكونات هادو كاملين باش كتجي هاد لاباطا كيش كتجي منسمه، ما كتجيش تقدر ملي كتاكلوها كتذوقوها هكا منسمه زوينه بزاف، كيجي فيها داك المذاق اللي هو زوين. كندير هنايا واحد الكاس ما عامرش ديال الزيت اللي هو غير نص كاس ديال الزيت، وكنخلط مزيان. هاد لي باطا كيش كتخدم فقط بالزيت، ما كنخدمهاش بسميتو، ما كنخدمهاش بالزبده. هذه كتجي زوينه واقتصاديه وكتبقى مرخيصه. درت كاس ديال الحليب اللي يكون دافي وكاس ديال الماء، وكما قلت لكم كاس قل ربع فقط ديال الزيت اللي تقدروا تضيفوا في هاد لي كيش هادو. كندير الدقيق هنايا، كنعتذر على المغرفه ما لقيتش باش غنهز الدقيق وهزيته فقط والمغرفه. واحد الساشي ديال الخماره فئه 8 غرام، وغنخلط الكل جيدا. وكما كتعرفوا العجين ديال لي كيش ما كيبغيش انه يتعجن، كيبغي فقط انه غير يتجمع. غنحاولوا اننا كنجمعوه بحال هكا وما ندلكوش، وكتجي هاد لاباط هادي رائعه بزاف بزاف بزاف، لا بالنسبه للناس اللي غيوجدوها في دارهم ولا بالنسبه للناس اللي كياخذوا لي كوموند حتى هما، راه كتخرج وكتجي هكا زوينه وكتعجب لي كليان. صافي هنايا كنخلط معاكم هنايا هاد العجين هادي. وكنعتذر هاد العام هذا ما حطيتش لكم كاع المعسلات، واخا انني صورتهم عندي موجودين وكل شيء، ولكن ما ساليتش للامانه، ما ساليتش باش انني نحطهم لكم ان شاء الله مورا رمضان، فقط لانني صورتهم ونبغيهم انهم يبقاو هكا للناس اللي يبغيو هكا انهم يستفدوا منهم ان شاء الله هكا، ونحطهم لكم مورا رمضان هكا. غنحاول انني نبدا نحط لكم هكا وصفات، جوج وصفات حتى ل3 الوصفات كاع مره ان شاء الله. هنايا غنجمع كاع هاد العجين هادي، وحاولوا ما امكن انكم ما تقصحوش العجين ديالكم. العجين اللي كيش ما كيبغيش انه يجي قاصح. ديال الزبده الا بغيتو ديال الزبده نقدر نخدمها معكم لاباط ديال الزبده ان شاء الله. صافي هنايا غنجمع هاد العجين هادي كلها كيف ما كتشوفوا، وما كندلكش هانتوما كتشوفوا كندخل الدقيق فقط بطرف ديال الاصابع ديالي وغنخليها ترتاح ما امكن. حاولوا تخليو العجين ديالكم ترتاح في الثلاجه، اولا تخليوها ترتاح هكا فوق سطح العمل واحد على الاقل واحد نص ساعه بحال هكا، وعاد باش تخدموا بها. هنايا بعد ما خليتها ارتاحت طلقات، غنجيب الدقيق طبيعه الحال حيت العجين عندي طريه، غنجيب الدقيق وغنبدا ندلك هاد لاباط هادي اولا هاد العجين هادي. غندلكها على سمك ما يكونش عاوتاني رقيق بزاف وما يكونش غليظ بزاف حيت ملي كيكون غليظ كيجيو قاصحين، وملي كنرققو بزاف عاوتاني كيجيو قاصحين. يعني ضروري الاخوات يكون السمك ديالهم متوسط، يعني ما ميل شويه للرق ولكن ما يكونوش رقاق بزاف. صافي هنايا غنحاول انني نقدها مزيان ونقد ليها الحجم ديالها، وانا كنرش طبيعه الحال بالدقيق باش ما تلتصقش ليا في سطح العمل. هنايا نتوما كتشوفوا كنرش بالدقيق وانا كندلك وكنحاول نحرك العجين باش منين نجي نقطعها هكا بالسيركل. داك السيركل العجين ما تقلصش ليا، ما تقلصش، واخا انها راه تقلصت ليا ولكن ماشي مشكل. دركت الموقف. فقط نتوما حاولوا ما امكن دائما تبقاو تحركوا العجين ديالكم باش هكا ما يتقلصش لكم. كنجيب السيركل اللي كيكون كبر من المول، درت هذا المول هذا اللي هو موين اللي هو 10 سنتيم هما اللي درت، وكنحاول نقطع بشي سيركل اللي يكون شويه هكا كبيبر باش يلاه العجين تخليها لداخل ديال المول. صافي غنستمر على هذا النحو هذا حتى نكملهم كاملين، نقطعهم كاملين بحال هكا كيف ما كتشوفوا. هاد الوسطانيين بداو كيديمولاو، يعني كتهرب عليهم العجينه كيف ما شفتوا. يعني هنايا كانت العجين لاصقه، هنايا يلاه رجعت حركتها باش هكا ما تبداش تديمولا. صافي
وغنبقى نحرك نقطع بحال هكا، وغنجيب ليمول ديالي. طبيعه الحال ليمول فقط يكونوا مغسولين ومسوحين، ما تدهنوهم بتا حاجه، لحقاش العجين اصلا فيها هكا الزيت، يعني ما تحتاجوش. صافي كنبدا نطلع الجوانب كيف ما كتشوفوا، كنطلع الجوانب وكنقاد مزيان مزيان مزيان، والزوائد طبيعه الحال راه كنحيدهم وكنعاود ندلك. يعني الزوائد كاع ما كتخلي ليا بزاف كيف ما كتشوفوا، وكنعاود ندلك. غنبقى نستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال هاد اللي كيش هادو، اولا هاد اللي تختاروا ديال اللي كيش. صافي هنايا دوبليتهم من شت العجين هنايا تقلصت في دوك ديال الوسط، دوبليتهم ورققتهم مزيان وحيدت الزوائد، وكنبقى نطلع بحال هكا كيف ما كتشوفوا. كنطلع بصبعان بالاطراف ديال يدي بحال هكا. وضروري انكم ديروا الروز ولا ديروا الحمص ولا شي حاجه في القاع ديال هاد ليمول هادو ملي تبغيو طيبوهم. واكيد ضروري انكم تقبوهم هكا بالفرشيطه، تكوهم بالفرشيطه باش ما يتنفخوش معاكم وهما كيطيبوا في الفرن. واخا كنتقلوا عليهم راه بعض الخصاص كيتنفخوا، ضروري انكم هكا تكوهم شويه بالفرشيطه، اولا تكوا العجين قبل ما انكم ديروا هكا، قبل ما انكم تقادوها في ليمون. ولكن يستحسن انكم ديروها هكا في ليمون عاده باش تكوها بالفرشيطه. صافي هنايا انا عندي كميه ديال الارز. انا كندير الارز صراحه، واخا ان احسن حاجه ديروها هي شي حاجه اللي هي غليظه بحال الحمص، بحال الفول، بحال شي حاجه بحال هكا. ولكن انا كنتواجد عندي هذا الرز، هذا هو اللي كندير كاع في لي طوليت ولا جميع الانواع ديال هكا اللي كنبغي ندخل الفران، كندير فيهم هذا الرز هذا وخصصته ليهم. صافي بقى بحال هكا وليت كنضيفو. غنحاول ما امكن انني ما نعمرهمش تالفهم، ولا ما ندير نص ديالهم غير باش ما يتحمروش بزاف. وصافي وغنكمل وغندخلهم للفرن. هنايا كملت الكميه كامله وغندخلهم للفرن يطيبوا. صافي هنايا الكميه اللي تبقات ليا ديال العجين جمعتها، ما دلكتها ما والو، جمعت طروفه فوق طروفه. صافي دلكتها، غندلكها عاوتاني بنفس الطريقه، نفس القضيه. نتوما كتشوفوا كيفاش انها معطره وكيفاش انها كتساعد. هنايا صافي هانتوما نديمو ليها عاوتاني، كنديرها في المول بحال هكا، وقطعتها هنايا غير بالموس، ما قطعتهاش بالمول. صافي وكنحاول نقرص الجنيبات. هاد التقريصه ديال الجنيبات كتخلي الجناب انهم يجيوكم متساويين، وكتخليهم يجيوكم لي طخت ديالكم الاسفل ديالهم او السطح ديالهم الاسفلي مقاد. هنايا نتوما كيفاش كيجيو غزالين، كيجيو سميتو ديالهم الاسفل ديالهم مسطح، يعني طايبين مزيان، ما محمرينش ما محروقين ما حتى حاجه. يعني تقدروا تاخذوهم حتى كطلبيات اللي بغات انها تبدا تبيع فيهم وتشري، تحطوهم عند مالي الحوانت. صراحه انهم تيتباعوا كيبغوهم الناس بزاف في رمضان، في الشهر الكريم كيبغوهم بزاف الناس. وهادو اللي كيكونوا مخدومين بالعطور بحال هكا ديال الدار راه تيكون عليهم الطلب. بالنسبه للاثمنه ما نقدرش نقول لكم الاثمنه شحال، يعني كل واحد بشحال يقدر يبيعهم بشحال، نتوما غتحسبوا داكشي اللي ضيعتوا فيهم. هنا عندي شويه ديال الكفته ديال اللدند، وعندي شويه ديال الابزار، شويه ديال القرقم، وشويه ديال السكنجبير، وشويه ديال الملحه فقط، والبصله. هادشي اللي درت فيهم. يعني نتوما لكم الاختيار باش ما بغيتوش عمروهم باش تعمروهم بسميتو بالدجاج، عمروهم بالدجاج، بغيتوش عمروهم بالطون، عمروهم بالطون، باش تعمروهم بالحوت. كل واحد وليه الاختيار باش انه بغى يعمرهم. كاين اللي كيعمرهم حتى لدان فومي، عمروهم بهم. صافي من بعد ما شحرت مزيان هاد الشرموله هادي، ودرت ليها قزبر ومعدنوس كاضافه ضفتو كيعجبني فيهم الصراحه. صافي غنوزع هاد الكميه كامله على هاد اللي كيشهادوا اللي كاينين، غنوزع ليهم هاد الحشو هذا، وغندوز باش نصايبوا هاد لاباغاي هادي ديالهم. عندي هنا واحد البيضه وواحد الرمسوس، اولا الا كان عندكم كريم فريش يستحسن، الا كان عندكم القشده الطريه اللي كتكون بدون سكر، الا كانت عندكم يستحسن انكم تستعملوها. قبيصه ديال الملح، وكما قلت لكم ياغورت، وشويه ديال الابزار
فقط شويه ديال الابزار وكنخلط مزيان الكل وكنضيف شويه ديال الحليب باش كنخفف. كانت الكميه كثيره زيدوا بيضه واحده اخرى، ما تكتفيوش غير بيضه واحده، ديروا بيضه ثانيه باش كتحصلوا على الكميه تكون كثيره شويه وكتكفيكم في ليكيش ديالكم كاملين. هنا عندي الجبن ديال الموتزاريلا اللي بالطعم ديال الفرماج الاحمر. تنخلط مزيان وغنضيف هنايا، غنبقى نضيفو على هاد لي كيش هادو، نبقى نخوي عليهم هاد لاباغاي هادي وانا كنوزع وكتجي الصراحه رائعه جدا. هنايا كنتو بغيتو تضيفوا ليها واحد الخماره ديال الحلوه ضيفوها، هي فقط كتعطي داك الفوليوم ديال لي كيش ملي كيطيبوا، كتعطيهم داك الفوليوم انهم كيتنفخوا. بغيتو تضيفوها ضيفوها، ما بغيتوش تضيفوها استغناو عليها. انا هنا ما ضفتهاش وجاوني هما هادوك جاوني منفوخين، يعني ماشي منفوخين بداك الفوليوم اللي كيكون ملي كيكونوا سميتو ملي كيكون الخميره، ولكن نتوما كما بغيتو، يعني اللي بغيتو ديروا يعني بغيتو ديروها ما بغيتوش ديروها استغناو عليها. صافي هنايا كنوزع داك شويه ديال الفرماج اللي تبقى، واخا انه راه الفرماج كامل تهز من الفوق، اللي تبقى اللي يكون طبيعه الحال مسخن على الفوق والتحت باش هكا يطيبوا، يعني غيطيبوا فقط هاد لاباغاي هادي اللي غطيب وغنخرجوهم. وهنايا غندوز باش نصايب معكم واحد الكيك اللي كيجي اكثر من رائع بطعم البرتقال، كيجي غزال منعش بزاف. هنايا ضفت واحد البيضه، قبيصه ديال الملحه، وكذلك ضفت كاس ما عامرش ديال السكر، يعني كاس قل ربع ديال السكر سنيده، وغنخلط مزيان حتى يتبدل اللون ديال هذا البيض هذا مع السكر. وعاد باش غنضيف الاضافات الاخرين، كتعرفوا ان البيض ضروري انكم هكا كيبغي تطرى بشويه. هنايا نص كاس ديال الزيت، نص كاس فقط ديال الزيت، حيت انا ما غرديش كفوليوم، يعني غندير كيكه ديال المول العجيب اللي كتجي رائعه كما قلت لكم بالكريمه ديالها. هنا درت كاس ديال الليمون معصر، الليمون اللي كيكون هكا معصر على اليد، ماشي الليمون اللي مشري، وصراحه كيكون المذاق ديالو رائع. هنا كنعتذر على الاضاءه كون ديشارج عليه الهاتف. هنا صافي كنضيف الدقيق وغندير الخماره ديال الحلوه فئه 8 غرام، غندير ساشي وشويه، يعني ساشي ونص، ما نديرش 2 ساشيات باش ما يجينيش الكيك طالع بزاف. صافي هنا غنخلط مزيان هذا الكيك هذا، وغنخلط وغنجيب المول. فاش غنديرو هنايا الدقيق طبيعه الحال دائما كيبقى على حسب الخليط، دائما الدقيق تيجي كيتشرب وكاين اللي ما كيتشربش. وكذلك بالنسبه للكيك ديالكم دائما ديروا فوق منه داك خط ديال 8 بحال هكا، الا بان لكم ما اختفاش راه هذاك يعتبر انه كيك ناجح. دائما الكيك ديالكم ما تقصحوش، ما تكثروش ليه الدقيق، وكذلك ما تقللوش ليه الدقيق، حيت ملي كتقللوا ليه الدقيق كينزل، وملي كتكثروا ليه الدقيق فوق العاده انه كيقصح، كيجي كي الحجر. ضروري انكم هكا ديروا ما بين وبين الكيك يكون متوسط، ما قاصحش ما جاريش. صافي درت هنا في المول العجيب اللي دهنته طبيعه الحال ودخلته للفرن. وهنايا من بعد ما طاب راه خرجته. هنايا عندي شويه ديال اللوز مقلي اللي قليته هكا، قشرته وقليته وهرمشته في الهاشوار، كيعطي واحد المذاق خطير، احسن من انك دير ليه داك اللوز الكومكاسي هذا اللي كيكون مقلي في الزيت، كيعطي واحد المذاق خطير لهاد الكيكه. وخلاص اللي كتكون فيه ديك النسمه بحال هكاك تيكون زويون. هنايا جبت الزبده عفوا العسل، وكندهن مزيان هاد الجوانب هادو بالعسل. بطبيعه الحال هذا ماشي تفصيل ديال التقديم، غير انا درت فيه باش ندير ليها هكا اللوز في الجوانب كاملين. صراحه هاد المذاق هاد الجوانب هادو اكثرهم ما كيتكالوش في المول العجيب، فمني كنزينوهم اكيد انهم كياكلوهم خصوصا الوليدات. صافي هكا كنزينها مزيان. كنجيب هنايا العصير ديال الليمون، تقريبا واحد 2 كيسان كبار ديال العصير الليمون اللي قلت لكم كيكون هكا معصر على اليد. كندير ليه هكا الكريم باتيسير، كندير ليه واحد 3 المعالق تقريبا ديال الكريم باتيسير، وانتم لكم الاختيار، يعني على حسب الكميه اللي غتضيفوا ديال سميتو ديال الليمون. صافي هنا ضفت الكريم باتيسير وكنحرك مزيان وكنضيف هنا سنيده، غنضيف تقريبا واحد 3 المعالق ديال السكر سنيده. صافي وكنخلط
كما كتشوفوا كنخلط الخليط وغنطيه فوق النار حتى يعقد. من بعد ما عقد انا حكيت ليه ملي درتو هكا فوق البوطه، زدت حكيت ليه قشور ديال الليمون، عفوا حكيت ليه قشور ديال الليمون باش هكا كيعطيني ديك النسمه ديال الليمون. ها نتوما انا كنوريكم هنايا. هنا غندخلها للثلاجه باش انها تبرد وتماسك وتشد راسها. كما كتشوفوا قشور ديال الليمون راهم باينين واضحين مزيان في هاد الطورطه هذه. كنزينها هنا سميتو الطرونش ديال الليمون بحال هكا، عسلتهم مع شويه ديال الكركاع مع القشره ديال الليمون المجففه. كنرشها ليها من الفوق وكتجي رائعه بزاف ومنعشه بزاف بزاف. بالنسبه للكيش ديالي كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو الصراحه منظر ومذاقا كيجيو زوينين وبنان، ولاباط كتجي كتذوب في الفم، ما كتجيش قاصحه، كتجي زوينه زوينه بزاف. كنعتذر انني ما قطعتش لكم شي وحده بحال هكا، مره اخرى ان شاء الله نصايبهم بحال هكا ونقطع لكم شي وحده. مشيت ونسيت انني نقطع لكم شي وحده مع الزربه. صافي كيجيو على هذا الشكل هذا. نتمنى انكم تجربوهم، نتمنى الفيديو ينال استحسانكم، وكما العاده الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناه. بسلام عليكم حتى الوصفه جديده ان شاء الله.